أهلا بيكم في قناة أصل الطبخ مع إيناس. يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة هنعمل مع بعض هريسة الذرة، ودي من الكيكات الجميلة اللي ولادنا بتحبها، والمكونات بتاعتها سهلة لأنها برضو موجودة معانا في البيت. وهوريلك ازاي تطلعيها ان هي تكون طرية وهشة وخفيفة في نفس الوقت، وهتعجب ولادك. والمكونات بتاعتها بسيطة وسهلة وموجودة معاكي في البيت، وإن شاء الله الفيديو يعجبك. وما تنسيش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. ويلا بينا نشوف المقادير مع بعض. المقادير اللي معايا دلوقتي أنا هعمل منها صينيتين. انتي لو حابة تعملي صينية واحدة يبقى هتقسمي المقادير اللي هقولها لك دي على 2. تمام. أنا المقادير اللي معايا دي 8 بيضات، ومعايا كوبايتين كبار من الدقيق الأبيض، و4 كوبايات كبار من الدقيق الأصفر دقيق الذرة، وكوبايتين كبار من السكر، وكيس من الفانيليا، وكيس من البيكنج باودر، وكوباية كبيرة من السمنة على الزيت، ومعاهم معلقتين قشطة. تمام. انتي بقى لو حابة تعملي صينية واحدة يبقى هتقسمي المقادير اللي أنا قلتلك عليها دي. بعد كده ببتدي اخد دقيق الذرة وابتدي ان انا انخله، علشان انا بحب ان الهواء يدخل فيه. وكمان لو في اي كتل من دقيق الذرة بتبقى موجودة ما تكونش معايا في الكيكة وتهبطها معايا. تمام. وبعد كده هبتدي ان انا انخل كوبايتين الدقيق الابيض، برضو نفس الحكاية هنخلهم كويس قوي. وبعد كده اسيب الدقيق المنخول ده على جنب بعد ما اخلطه كويس مع بعضه، وبحط له الكيس البيكنج باودر، وبرضو مش بنسى ذرة الملح، رشة بسيطة كده بحطها برضو معاها، وبنخل الكلام ده وبسيبه بعد كده على جنب. بجيب بقى معايا مضرب البيض او العجان، بحط فيه السكر والبيض وظرف الفانيليا. ظرف الفانيليا دي لو انتي حابة تنكهي كيكة الذرة بالبرتقال تقدري تحطي الفانيليا. وممكن لو انتي عندك عصير برتقال بتقدري ان انتي تضيفيها عليه مع السمنة والزيت. يعني تبقى الكوباية انتي مقسماها، ممكن تخليها سمنة وزيت وعصير برتقال كمان. بعد كده الخليط على معايا زي ما انت شايفة، ببتدي ان انا احط الدقيق شوية بشوية واقلب. وفي الخطوة دي انا بكون مشغلة الفرن، واكون مسخنة السمنة والزيت والقشطة زي ما انت شايفة كده. بس مش بكون مسخناها جامد، يعني مدفياها عشان القشطة تسيح معايا هي والسمنة. وبضيفها عليها وبقلب كويس قوي. وبكون بقى محضرة الصينية ودهناها برضو سمنة، واحط الخليط بتاعي كله وادخله في الفرن. هي بتاخد حوالي ممكن ساعة الا ربع في الفرن، ده على حسب نوع الفرن بتاعك. وبتطلع معايا بالشكل ده وهي عالية كده، وبتكون طرية جدا وطعمها كمان خطير. كل ولادنا بتحب هريسة الذرة عن كمان الكيكات العادية. وزي ما قلتلك لو انتي حطلها عصير برتقال بتكون طعمها كمان جميل. لو مفيش ممكن تستخدمي الظرف الفانيليا اللي هي بنكهة البرتقال. انا كده الصينيتين طلعوا معايا، وزي ما قلتلك المقادير اللي انا قلتلك عليها دي تكفي صينيتين. انتي عايزة تعملي صينية واحدة بتقسمي المقادير اللي انا قلتلك عليها. ودلوقتي هنقطعها مع بعض علشان تشوفيها من جوه شكلها ازاي، وعالية كمان ازاي، مش هبطانة. لان انتي هتتبعي المقادير ونفس الخطوات اللي انا عملتها هتطلع ناجحة كده معاكي، وهتطلع بنفس الطراوة وان هي خفيفة وهشة كده، وهتعجبك ان شاء الله. مع كوباية شاي كده تقدري تشربيها، تحطيها في لانش بوكس لولادك. المهم ان هي ان شاء الله هتعجبك وتعجب ولادك. واهم حاجة لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. وإن شاء الله أقابلكم في فيديوهات تانية.